السلام عليكم، عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير. هتكلم ان شاء الله في الفيديو ده عن قوانين ضعف الزاوية rules of double angle. القوانين دي انا بستخدمها اكتر تطبيق ليها بيكون في التفاضل والتكامل. مسألة مثلا التكامل بتاعها رخم مش عارفين نكملها، فبالتالي نلجأ لقانون من القوانين دول هيبسط علينا الدنيا شوية. طبعا ليها استخدامات وتطبيقات كتير جدا، بس اكتر تطبيق شائع ليها هو ان انا بستخدمها في التفاضل والتكامل. طيب ايه هي القوانين دي؟ عندنا قوانين ساين 2 اكس بتكون عبارة عن 2 ساين اكس كوساين اكس. الزاوية هنا عامة ضعف الزاوية اللي هي 2 اكس، هنا هيكون عندي اكس واكس، يعني انا عندي عامة اللي بيتكتب هنا نص الزاوية الأصلية اللي عندي. فانا لو كان عندي هنا 4 اكس هيبقى عندي 2 اكس و 2 اكس، وهنشوف ده بعد كده لما نيجي نحل. طيب كوساين 2 اكس ليها 3 حاجات، ليها 3 قوانين. القانون الأولاني كوساين سكويرد اكس ماينس ساين سكويرد اكس. القانون التاني 2 كوساين سكويرد اكس ماينس 1. القانون التالت 1 ماينس 2 ساين سكويرد اكس. طيب ده كده بالنسبة للساين والكوساين. طيب لو انا عندي تان 2 اكس هنتعامل معاها انها تان اكس بلس اكس، هي عبارة عن تان اكس بلس تان اكس، بيكون المجموع بتاعهم على 1 ناقص تان اكس تان اكس. طب لما اجي اجمع تان اكس بلس تان اكس يبقى 2 تان اكس على 1 ماينس تان اكس سكوير تان سكويرد اكس. فده كده القوانين بتاعتهم، وطبعا احنا لازم نكون حافظين في الاخر الشكل بتاعهم عباره عن ايه، يعني دي من القوانين اللي احنا بنحفظها. طب نشوف كده امثله لو احنا عايزين نطبق وعايزين نعرف الكلام ده عباره عن ايه. هنا بيقول لي مثلا ساين 4 اكس، زي ما قلت من شويه دي هتتفك عباره عن 2 وهضربها في نص الزاويه عامه تبقى ساين 4 اكس نصها يبقى 2 اكس في كوساين 2 اكس. طيب بعد كده بيقول لي عايز يعرف ساين سكويرد اكس بكام. هلجأ للقانون التاني اللي هو قانون الكوساين. كان عندي بيقول لي ان كوساين 2 اكس عبارة عن ايه؟ عن 1 ناقص 2 ساين سكويرد اكس. طيب انا هلجأ للقانون ده وابدأ احول وابسط فيه لغاية ما اوصل للساين سكويرد اكس عبارة عن ايه. طب انا دلوقتي عندي ممكن اعملها على جنب وفي الاخر نكتب هنا الاجابة النهائية. انا عندي كوساين 2 اكس بتساوي 1 minus 2 ساين سكويرد اكس. طيب هودي دي هناك واجيب دي هنا، فيبقى عندي دلوقتي 2 ساين سكويرد اكس equals 1 minus كوساين 2 اكس. هقسم على الاتنين عشان يطلع لي ساين سكويرد اكس لوحدها، فيبقى ساين سكويرد اكس بتساوي هاف minus هاف كوساين 2 اكس. ودي بنستخدمها كفورمولا عامة، بنستخدمها في التكامل. لما يجي كامل مثلا ساين سكويرد اكس هيكملها ازاي؟ هنطبق الفورمولا دي وهتتكامل على طول، هتبقى ابسط بكتير. فيبقى الاجابة النهائية عندنا انها بتساوي هاف ماينس هاف كوساين 2 اكس. طيب نشوف بعد كده كوساين سكويرد اكس تتعمل ازاي. كوساين سكويرد اكس هتتعمل ازاي معانا؟ هتتعمل برضو بنفس الفكرة بقوانين ضعف الزاوية على الكوساين. انا عندي دلوقتي كوساين 2 اكس من ضمن الفورمولا بتاعتها انها بتساوي 2 كوساين سكويرد اكس ماينس 1. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هودي ال1 هناك بخلاف الاشارة، فيبقى 2 كوساين سكويرد اكس بتساوي كوساين 2 اكس بلس 1. هقسم على الاتنين عشان اجيب الكوساين لوحدها، الكوساين سكويرد لوحدها. كوساين سكويرد اكس هتساوي كوساين 2 اكس واقسم على الاتنين يبقى هاف بلس هاف. فيبقى الإجابة النهائية عبارة عن هاف كوساين 2x بلس هاف. طيب نشوف بعد كده عندنا tan x بلس y، هتكون عبارة عن مجموعهم يبقى tan x بلس tan y على 1 ماينس حاصل ضربهم يبقى tan x مضروبة في tan y، ونطول شرطة الكسر ويبقى هي دي الإجابة النهائية بتاعتنا. يفضل بس نفصل الهامش عن السؤال عشان الإجابات ما تدخلش في بعض، ويبقى هي دي الإجابة النهائية بتاعتنا. وهي دي قوانين ضعف الزاوية وتطبيقات عليها، عرفنا ازاي نتعامل معاهم. دي القوانين الأصلية اللي المفروض نكون حافظينها. دي أمثلة بس عشان نكون مرنا مخنا شوية ان احنا ازاي نتعامل معاهم لو هو مش جايب لي ضعف زاوية كده صراحة، ازاي اعرف اتعامل مع حاجة منهم.
وعامة احنا بنطبقها في ايه؟ بنطبقها في التفاضل والتكامل، وممكن نطبقها في حاجات تانية اكتر بكتير، بس اكتر حاجة شائعة ليهم ان احنا بنستخدمها في تطبيقات حل مسائل التفاضل والتكامل، خاصة مسائل التكامل اللي بتكون صعبة في الحل. فكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تكون ان انتوا استفدتوا من اللي احنا قلناه النهاردة.